يا صباح الفل، يا صباح الانتماء، يا صباح الفخر. يمكن حكايتنا النهارده بمناسبة فوز منتخبنا المصري. قد ايه شعرنا وانبسطنا وحسينا بفخر وانتماء واحنا مصريين، وقد ايه الفرحة اللي كانت موجودة، وقد ايه كنا صاحيين 4 الصبح بنتفرج على المنتخب وهو بيلعب وكلنا امل ان هو يكسب. ده الانتماء، ده معنى الانتماء، ده معنى الفخر، ده معنى الهوية. بس للأسف اللي حصل بعد الماتش كان حاجة غريبة حصلت. حاجة بتقول إن الانتماء والهوية مش ماشية مظبوطة. إيه اللي حصل؟ ليه بقينا شايفين إن الحاجات الممتلكات اللي قدامنا دي مش بتاعتنا؟ مش لازم، يعني مش بتاعت مصر، فمش مشكلة. زي زمان لما كنا بنركب الاتوبيسات، بنركب الباصات بتاعه الحكومه مثلا بتاعتنا، يعني بتاعت مصر، نقعد نكتب عليها اسامينا. ليه يا جماعه؟ مش حاسين ليه بالانتماء والفخر؟ ده بيخليني بقول ايه الفكره؟ ايه مين اللي بيكتب الحكايه بتاعتنا لاولادنا؟ مين اللي بيقول لهم يعني ايه انتماء؟ يعني ايه فخر؟ يعني ايه مصر؟ يعني ايه هويه؟ مين احنا دايما بنقول لا ولادنا وهيخشوا كلية ايه وهيشتغلوا ايه وهيقروا كام ألف كتاب وهيحققوا نجاح قد ايه، لكن الحقيقة ان في سؤال اهم بكتير من كل الاسئلة اللي احنا بنقولها دي. هم مين؟ احنا مين؟ احنا انتمائنا لمين؟ مين بيكتب لنا الحكاية بتاعتنا؟ مين؟ زي ما كان في حلقة من الحلقات الأولانية بتاعة البرنامج بتاعنا هنا، كان تقريبا كوتش أميمة راشد كانت بتقول إن احنا بنصدق الحكايات اللي بتتحكي عننا. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت منتمي لمكان معين، أنت شاطر، أنت ناجح، أنت إنسان كويس، فساعتها أنا هطلع منتمي شاطر إنسان كويس. أو أنت فاشل، انت ما بتفهمش، انت ما بتعرفش، في ساعتها هنلاقي نفسنا بنتكلم بنفس اللغة. ده اللي خلاني افتكر الحكايتين بتوع اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي. فترة كده دخلت عندي بنوتة ومامتها. البنت كانت جميلة كده في سن المراهقة، من النوع اللي أول ما تشوفها وتتكلم معاها تحس إن هي مطلعة على الدنيا كلها وبتتابع كل جديد، وعندها أحلام كتير. مش بس بتتابع الجديد، لأ كمان عايزة تجربه. طاقة جميلة، طاقة كلها حيوية. فسألتها بشكل عفوي جدا: انتي بقى ناوية تعملي ايه في الأجازة؟ قالت لي بسرعة من غير أي تفكير: نفسي أسافر تركيا أو لبنان. كان الحماس ده في صوتها اكبر كتير قوي من فكره ان هي عايزه تسافر مجرد سفريه. لا، اكنه بتتكلم عن حلم قديم مستنياه من فتره طويله. فابتسمت لها وقلت لها: طب ليه تركيا او لبنان؟ قالت لي: اصل انا شفت فيلم كانت احداثه هناك وعجبتني جدا، الشوارع والطبيعه والمباني القديمه والاثار والاماكن التاريخيه، والحكايه اللي كانت بتفرج عليها في الفيلم كانت زي ما يكون الفيلم بيتكلم. فأنا عايزة أشوف الأماكن دي بعيني، وأشوف كمان نفس الإحساس اللي أنا شفته على الشاشة على الحقيقة. وقتها سكت شوية كده، قلت لها: طيب أنتِ زرتي الأقصر وأسوان قبل كده؟ قالت لي: لأ. فسألتها: طب أنتِ شفتي الأهرامات أو المتحف المصري الكبير، أو دخلتي معبد من المعابد اللي العالم كله بيسافر آلاف الكيلومترات علشان يشوفها؟ قالت لي: لأ برضه. هنا حسيت حاجة وجعتني شويتين، إن البنت دي مش غلطانة. لأ، هي ببساطة خالص اتحمست لحكاية اتقدمت لها بشكل جميل، وحكتها وصدقتها وتعاطفت معاها واتفرجت عليها. لكن السؤال اللي فضل يدور جوه دماغي: هو مين اللي بيحكي لأولادنا حكاياتنا زي ما كنا بنتكلم من شوية؟ احنا سايبين مين بيشكل الصورة جواهم، جوه عقلهم، جوه انتمائهم، جوه نفسهم، بلادهم، تاريخهم، قيمتهم؟ مين بيحكيها؟ لأن الحقيقة الإنسان بيتبني بالحكايات أكتر بكتير ما بيتبني بالمعلومات، وبيتأثر بالصور أكتر بكتير من المحاضرات اللي بيسمعها، وبيتشكل وجدانه من الأشياء اللي بتتكرر قدامه كل يوم لحد ما بتتحول جزء من شخصيته ليها. عشان كده تلاقي طفل صغير بيعرف أسماء المشاهير والمؤثرين من دول مختلفة، ويحفظ تفاصيل أماكن عمره ما راحها ولا شافها، لكن ما يعرفش حكاية مكان أثري موجود على بعد ساعات قليلة قوي من بيته، ولا يعرف العالم كله واقف منبهر قدام حضارة بلده من آلاف السنين ليه.
يمكن عشان كده افتكرت الموقف التاني لما حصل معايا. وقفت بين مجموعة من الشباب تقريبا كده كان أولى جامعة، سألتهم سؤال بسيط جدا أو يبدو أنه كان بسيط. قلت لهم لو طلبت من كل واحد فيكم يعرف نفسه بعيد عن اسمه، مجموعه، كليته، هيقول ايه؟ المكان كله بقى سكوت خالص، كأن السؤال أصعب بكتير مما توقعته. لأن في اللي اتكلم عن وظيفة نفسه يبقى فيها، اللي اتكلم عن شخص مشهور نفسه يبقى زيه، وفي اللي اتكلم عن ترند نفسه يحققه. لكن قليل جدا اللي عارف يعرف نفسه، بيتكلم عن نفسه، نقاط قوته، شخصيته، الحاجة اللي بيتميز بيها، الحلم اللي خارج من قلبه هو، مش توقعات الناس حواليه. ساعتها فهمت ان اخطر حاجة ممكن تحصل للإنسان مش انه يفشل، لأن الفشل ممكن نتعلم منه ونقوم أقوى، لكن الأخطر انه يعيش عمره كله وهو بيحاول يبقى نسخة من حد تاني، او يعرف العالم كله وينسى نفسه، او يحفظ قصة نجاح الناس حكتها عنه وينسى قصته اللي بيكتبها بنفسه، القصة اللي اتزرعت جواه من غير ما يسأل نفسه إذا كانت هي دي الأهداف بتاعته فعلا وأحلامه فعلا، ولا أحلام شخص تاني عايشها بالنسبة عنه. عشان كده بناء الشخصية عمره ما كان رفاهية، بناء الوعي عمره ما كان رفاهية، بناء الهوية عمرها ما كانت رفاهية. لأن البيت من غير أساس قوي، أي هزة، أقل هزة ممكن توقعه. الإنسان من غير وعي ومن غير انتماء، من غير هوية، من غير جذور واضحة، أول صوت أعلى منه ممكن ياخده في أي اتجاه، وأول ترند ممكن يسحبه، وأول فكرة ممكن توقعه، لأن ببساطة ما عندوش البوصلة الداخلية وما عندوش الجذور اللي ممكن تقف قدامه وترشده وتفكره هو مين، قيمته ايه الحكاية اللي تخصه هو، مش تخص أي حد تاني. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الوعي، الوعي اللي بيبني الإنسان قبل ما يبني المجتمع، عن الثقة والإعلام، عن الثقافة والإعلام ودورهم في تشكيل عقول الأجيال الجديدة، خصوصا الإعلام. عن مسؤوليتنا كلنا إننا نزرع جوه أولادنا إحساس حقيقي بنفسهم، بقيمتهم، بقيمة بلدهم، بقيمة الحكاية اللي بينتموا ليها، قبل ما نطلب منهم ينجحوا أو يتفوقوا أو يحققوا أحلامهم. لأن الإنسان لازم يعرف هو مين، هويته إيه، قبل ما يعرف هو هيوصل لفين. بعد الفاصل إن شاء الله هنكمل حكايتنا ونعرف أكتر مع ضيفنا النائب أحمد خالد، أصغر عضو في مجلس الشيوخ المصري، ونتكلم عن دور الوعي والثقافة والإعلام في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وإزاي نصنع جيل كبير، جيل فاهم، جيل عارف قيمته، يكتب حكايته بنفسه بدل ما يعيش طول عمره بطل حكاية عمره ما كتبها. ولأنك أنت السبب وأنت الحل، فالتغيير دايما من جواك، في حكاية جواك. استنونا. التاريخ الكبير اللي عندنا دوت يبقى عندنا مدينة للسينما عالمية على غرار هوليوود. احنا مش أقل من أي دولة عندها تاريخ، احنا من أقدم الدول اللي ليها تاريخ في الفن. شكرا وتحياتي لحضراتكم جميعا. أهلا بيكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الحكايات اللي بتبني الإنسان، عن الوعي اللي بيتشكل من أول كلمة بنسمعها، عن أول صورة بتشوفها وأول فكرة بنصدقها، وقد إيه بناء الشخصية والهوية بقى تحدي كبير في زمن كل حاجة فيه بتحاول تشد انتباهنا وتقول لنا نفكر إزاي، نعيش إزاي، نبقى مين وشبه مين. وعشان نفهم الصورة بشكل أعمق وبشكل أوضح، نعرف إزاي نصنع جيل عنده وعي وعنده انتماء وعنده قدرة يختار طريقه بنفسه ويساهم في بناء مجتمعه ووطنه. يسعدني جدا أن يكون معايا ضيف مميز استطاع في سن صغير أنه يحقق حضور وتأثير كبير في العمل العام والسياسي. برحب بالنائب أحمد خالد، أصغر عضو في مجلس الشيوخ المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام؟ كله زي الفل. تمام. طبعا أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة. أحب أبدأ مع حضرتك، بإما إنك أصغر عضو في مجلس الشيوخ، طبعا أصغر سنا
هو اكبر مقاما. حضرتك حققت وجود وتاثير في فتره صغيره وسن صغير. فخليني ابدا بالسؤال بيدور في ذهن ناس كتير قوي وفي ذهن شباب كتير قوي. ايه الحاجه اللي خلت النائب احمد خالد يوصل للمكان ده؟ وفي شباب كتير لسه مش عارفه هويتها، مش عارفه انتمائها، بتدور على نفسها ومش عايزه يعني او مش عارفه هي عايزه ايه. احنا لقينا الشباب كتير متفوق دراسي ومتفوق مثلا دينيا، متفوق رياضيا، لكن فقد الهويه والثقه في نفسه. قول لنا بقى يا سياده النائب، ايه اللي حصل؟ البدايه كانت ازاي؟ ونقول ايه للشباب دي؟ هي طبعا اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. وفكره ان الاصرار ان الواحد عنده حلم عايز يحققه او اصرار على حاجه معينه انت عايز توصل لها، هي دي اهم حاجه. ان الانسان في البدايه لازم يبقى عنده حلم عايز يوصل له بغض النظر عن المجال اللي هو فيه، بس لازم يبقى فيه هدف معين عايز يوصل له. وده اللي احنا يفترض بنربي عليه ولادنا ونربي عليه الاجيال اللي طالعه، ان انت لازم عندك هدف. الهدف ده هدف بشكل خاص ليك وبشكل عام يخدم ليه المجتمع والبلد بشكل عام. بالنسبه لي انا كان فيه اهتمامات بالسياسه من سن مبكر. يعني ممكن مثلا يعني افتكر من وانا صغير انا كنت احب قوي اتابع جلسات مجلس الشعب. يعني انت الاطفال كلها تتفرج على الكرتون وانا بتفرج على مجلس الشعب. يعني فهي اهتمامات منذ الصغر، بتهتم بمشاكل المجتمع بتاعك، المحيط اللي حواليك. واشتغلت بشكل كبير ان الواحد يقدر ينمي نفسه سياسيا وشخصيا، على انه يقدر في يوم من الايام ان هو ممكن يوصل لده. والحمد لله يعني مجهود يعني فتره كبيره يعني، وتوج في النهايه بتعيين من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ. وان انا اكون يعني اصغر عضو داخل المجلس ده شرف كبير، وبيحطني في مسؤوليه اكبر ان انا بمثل شريحه كبيره من المجتمع المصري، وهي شريحه الشباب داخل المجلس. هو يعتبر بيت الخبره وبيت الاستشارات اللي الدوله بتعتمد عليه في الاستشارات للقوانين والدراسات البرلمانيه، يعني في وسط مجموعه وكوكبه من الخبرات. انا بحاول على قد ما اقدر استفيد من الناس اللي موجوده، اتعلم اكتر، واحاول يبقى ليا بصمه واضيف في المجلس. وده ممكن يكون كمان بيخلي الشباب عندهم حلم وامل ان الشباب الصغير بقى موجود في مجلس الشيوخ وموجود في مجلس الشعب البرلمان، فده بيتحس ان هو يعني انا ممكن اقدر. طب ايه اللي بيخلي الشباب دلوقتي عندهم الهويه بعافيه شويتين، عندهم الانتماء مش قادرين ينتموا بالطريقه اللي احنا كنا بيها زمان؟ ده فكرة الأهل ولا فكرة المجتمع ولا فكرة السوشيال ميديا ولا فكرة إيه؟ إيه اللي خلاهم دلوقتي ما عندهمش الهوية والانتماء؟ هي فكرة مشتركة. يعني خلينا بس عشان قضايا الشباب وقضايا الانتماء احنا ما نقدرش نختزلها في حاجة واحدة بس. هي مسؤولية مشتركة ما بين الدولة وما بين المجتمع وما بين المؤسسات الدينية وما بين البيت نفسه. يعني أنا رأيي إن الانتماء دوت مش عايز اقول بيتولد فينا، ولكن هو ما بيجيش من يوم وليله. هو لازم يكون الشاب او الطفل اللي بينشأ داخل المجتمع لازم بيتفاعل مع هذا المجتمع، لازم بيبني وبيرسم مستقبله. وهنا نقطه مهمه جدا، ان احنا في سن مبكر للاسف. ويمكن حضرتك يعني اكيد عارفه ان الاطفال عندنا احنا مش بنخليهم ان قوي في المجتمع. احنا دايما بنحصر الطفل في سن مبكر في العمليه التعليميه الدراسه. وده للاسف انا من وجهه نظري ده مفهوم خاطئ. ان انت يمكن لازم كمان هم شايفين الهويه او شايفين التاريخ في كتب التاريخ وكتب الجغرافيا اللي هم اصلا كمان مش حابينها بالطريقه اللي بتبقى موجوده كدراسيا. مش شايفين ان هو مثلا انا بيتحكي لي حكايه حلوه انا عايز اسمعها واتفرج عليها، لا انا عندي منهج دراسي لازم يخلص. تفتكر ده ممكن برضو يأثر على الموضوع ده؟ ده هياخدنا لسؤال مهم جدا، هل التعليم قرايه وكتابه؟ بالظبط، هي دي الفكره. ما انا دي ممكن اكون بعرف اقرا واكتب، ولكن انا ما عنديش وعي، ما عنديش ثقافه. وده الاهم اللي لازم يتزرع فيه الاطفال او الشباب منذ البدايه، ان انت النهارده عنده وعي بمجتمعه. انا مش الحياه كلها دراسه بس، لا الحياه فيها حاجات كتير جدا. ففكره ان انا بحصر الطفل في سن معين ان هو على قد الدراسه فقط، ده انا من وجهه نظري مفهوم خاطئ. مفهوم خاطئ على المدى البعيد هيأثر على المجتمع بشكل عام.
بالتالي هو مؤثر دلوقتي. طبعا هو مؤثر بشكل كبير، ولكن انا بشوف ان في الفتره اللي احنا فيها يعني الدوله المصريه بخطه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدوله بتبذل مجهود ضخم جدا، ولكن هذا المجهود لازم تضافر جميع المجهودات معاه. انا مش يعني مسؤوليه الاسره ومسؤوليه المؤسسات الدينيه اللي بتساعد في تربيه النشء في سن مبكر، ده مهم جدا. لان النهارده انت لو الطفل في سن مبكر ما قدرش يتعايش مع المجتمع، ما قدرش يعرف مجتمعه، ما قدرش يحدد ملامح الطريق بتاعه في المستقبل هيروح فين، بنواجه أزمة بعد كده في سن المراهقة. إن هو بيبقى زي ما حضرتك قلت في أزمة في الانتماء، في أزمة في الدين، بيبقى في أزمة في الوعي بمشاكل المجتمع بتاعك. بنلاقي حاجات إحنا بنستغرب وجودها ونقول أصلها هي ما كانتش موجودة من زمان، لكن هو بتاعتنا. خطأ من البداية. ان انت ما عيشتش هذا الطفل داخل المجتمع اللي قدر ان هو يعيش ويتعايش ويتعاطى مع المجتمع بتاعه من البدايه. لو اخذنا بقى من الحته دي الفكره بتاعه الاعلام، يعني يمكن السنه اللي فاتت والسنه دي وخصوصا في رمضان كان سيد الرئيس قال احنا هنمنع اي حاجه تنزل في الافلام او المسلسلات مش بتاعتنا، مش ثقافتنا، مش تعليمنا، مش ديننا. وده يمكن أثر بطريقة كويسة جدا في الموضوع ده. حضرتك شايف ان الإعلام والثقافة والمكتبات والحاجات دي كلها مهمة قوي في تحديد هوية ونشأة وانتماء الأطفال والمراهقين كمان؟ شوف يعني بحكم ان انا مهتم بهذا القطاع وان انا عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ، طبعا لان هذه القطاعات هي مرآة للمجتمع وتعاطي المشاكل المجتمع بشكل كبير جدا، والفن والإبداع بشكل خاص بيقدر ان هو يتحكم وفي بعض الأحيان مش بس بيعرض مشكلة، ده ممكن يقوم كمان، نوصل لمرحلة انه ممكن يقوم سلوك. مش بالضرورة يكون ده الهدف وده الرسالة في كل الأحيان في الأعمال الفنية، ولكن انت في النهايه زي ما حضرتك قلتي في الفتره الاخيره الدوله كان ليها بصمه كبيره جدا في تقويم هذه العمليه. يمكن احنا عشنا فتره من فترات كان في فوضى شويه في هذا حرفيا القطاع. فوضى كبيره كمان. ده حقيقي، وكان ليه اثاره على المجتمع، لان خلينا بمنتهى الامانه والشفافيه الفن بيأثر بشكل كبير جدا داخل بيخش كل بيت. بالظبط، ان هو بيدخل كل بيت وبيأثر في الاجيال اللي موجوده. طبعا ان لازم يبقى في انضباط في هذه العمليه، لانه بيأثر ويتأثر بالمجتمع. هو ده اللي خلى حضرتك تتقدم بنموذج جميل جدا جدا في ان حضرتك عايز تعمل مركز ثقافي متكامل في المدن الجديده. ممكن تكلمنا عليه شويه ووجهه نظرك عامله ازاي؟ عايز تقدم ايه الحاجات اللي حضرتك شايفها مهمة قوي خصوصا في المجتمعات العمرانية الجديدة وعايز تدخلها في المركز الثقافي ده؟ طيب أقول لك على حاجة من البداية، زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية على فكرة الانتماء. أنت هتولد الانتماء إزاي عند شاب أو عند مواطن غير لما يحس إن هو جزء من هذا المجتمع وشايف إن هو بيأثر في هذا المجتمع وإن المجتمع ده جزء منه. أصول الثقافة أو المراكز الثقافية اللي بتبقى موجودة أنا من وجهة نظري بسميها هي بوابة النجاح والإبداع لأي شاب عنده موهبة أو عنده يعني طاقة عايز يفرغها بشكل عام. ففكرة للأسف في إشكالية إن المجتمعات العمرانية الجديدة تفتقر للنقط الثقافية أو أصول الثقافة اللي مفيش موجودة. حتى مكتبة عامة موجودة، مفيش مسرح موجود، مفيش يعني كلها عبارة عن سينمات وسينمات خاصة محددة بأفلام. بالظبط. ويمكن يعني منتهز الفرصة يعني الدكتور هشام عطوة رئيس هيئة أصول الثقافة وهو لسه راجع يتولى المهمة من فترة قريبة بيبذل مجهود كبير جدا في هذا القطاع. ويمكن هو لم يتوانى، يعني نحن لما اقترحنا عليه قال أنا مع أي فرصة يكون فيها قصر أو مركز أو نقطة ثقافية تتبع وزارة الثقافة نقدر من خلالها يبقى لشبابنا مجال ان هم يعبروا عن نفسهم وعن مواهبهم ونقدر ننمي مواهبهم. هم بصراحه في الفتره الاخيره عاملين مجهود كبير جدا في هذا القطاع. ففكره ان احنا بنتكلم في 1,500,000 نسمه داخل مدينه القاهره الجديده محرومين
من الأنشطة الثقافية اللي الدولة بتديها، محرومين من التوجه الثقافي أو الفرص اللي بتتاح من خلال وزارة الثقافة للشباب الموهوبين اللي موجودين في المدينة. وده أمر في منتهى الخطورة، وكان لازم إن احنا نقف، وكان لازم إن احنا نقترح، لأن احنا بنيجي في النهاية نقول احنا وصلنا للمحطة ديت. طيب ما احنا لازم نعالج الامر من جذوره. انت ما احتويتش الشباب اللي موجودين، ما احتويتش الطبقات المختلفه اللي موجوده، لان في برضو حاجه يعني في منظور خاطئ متاخد على المدن العمرانيه الجديده ان معظمها كومباوندز ومعظمها الطبقات العليا للمجتمع، ولكن هي فيها كل الطبقات، فيها من اول الاسكان الاجتماعي واسكان الشباب والاسكان المتوسط لحد الكومباوندز اللي موجوده. في النهايه هو مواطن مصري، هو من حقه ان هو يتمتع بما تقدمه الدوله من خدمات ومن فرص للشباب زي مساواة بكل المحافظات او بكل الاماكن. وبالمناسبه يعني لو نتكلم على تعداد السكان، القاهره الجديده النهارده تساوي عدد 4-5 محافظات مجتمعين فيهم بقى انشطه ثقافيه وانشطه رياضيه بشكل كبير جدا. يعني لو حطينا جنوب سيناء او شمال سيناء ومطروح والبحر الاحمر مع بعض، هو يعني يقدر ان هو يساوي عدد السكان اللي موجودين في القاهره الجديده. مش ازمه سكان ان هم يعني هيقولوا ان السكان بتاعه القاهره الجديده مثلا قليله، ده فاحنا مش هنعمل حاجه زي كده. طبعا مفهوم خاطئ. احنا في نمو متزايد، واعتقد ان هذا الرقم في خلال فتره قصيره هيتضاعف يعني. طيب كمان كان في اقتراح من حضرتك، اقتراح حلو قوي قوي، اللي هي مدينه التصوير العالميه، اسمها تقريبا نفرود. دي حاجه، وانا شفت الاقتراح حلو قوي، يعني بجد تحس ان انت عايز تروح تتفرج عليه. حضرتك اخترت مدينه اسوان، ليه اخترت مدينه اسوان؟ وعايزاك تتكلم على موضوع المدينه دي، التصوير دي بطريقه كبيره، بشرح اوفر، عشان الناس تعرف احنا عايزين ايه من المدينه دي بالذات. انا نفرود ده حلم، يعني حلم الواحد حلمه. احنا عندنا تاريخ كبير جدا في السينما، وانا قلتها في الحوار الوطني في 2023، قلت احنا مش اقل من اي دوله عندها امكانيات وعندها تاريخ في الفن وفي السينما ان احنا نقدر نكون موجودين في صداره الدول في هذا القطاع. وآن الأوان إن احنا يكون عندنا مدينة للتصوير السينمائي زي هوليوود وبوليوود ورزداد في المغرب. عندنا الإمكانيات، عندنا الإمكانيات اللي تقدر تقدم حاجة زي كده، عندنا طبعا. لما في الحوار الوطني في 23 طرحنا الفكرة، كان في قبول بشكل كبير جدا إن ممكن يكون حاجة زي كده موجودة في مصر، لأن احنا مش هقول ان احنا ما عندناش تصوير افلام اجنبيه في مصر، ولكن عندنا عدد يعني لا يليق بقيمه مصر. الاجراءات والبيروقراطيه اللي بتتعرض لها شركات الانتاج العالميه انها تصور هنا في مصر امر صعب جدا، بيخليهم يهربوا يروحوا لاماكن تانية يكون فيها امتيازات بشكل اكبر. ليه ان احنا ما نستغلش ده؟ يعني النهارده مثلا لما احنا يعني دخلنا مجلس الشيوخ، قدمنا المقترح، عملنا اقتراح برغبه بالمدينه، واخترنا مدينه اسوان لاسباب كتير. محافظه اسوان تتمتع ب يعني حاجه استثنائيه مش موجوده في العالم كله. فكره الاثار الحيه اللي موجوده هناك والمعابد، مش محتاجه ان احنا نبني حاجه، خلاص هي موجوده. مش محتاج ان انت تبني ديكورات. يعني النهارده مثلا لو هنعمل مقارنه بسيطه بيننا وبين مدينه ورزداد في المغرب، لما نشوف المدينه من جوه، هو بانيين طبعا ديكورات للمعابد بتاعتنا. طب ولو قلت لك الاسماء الافلام اللي اتصورت هناك، احنا يعني ممكن نزعل شويه. يعني لما نقول فيلم ذا توت، مامي ريتيرن مثلا، كلها افلام كانت اولى انها تتصور في مصر. اكيد كانت اولى انها تكون موجوده، لان طبعا الاصل انا مش والطبيعه عايزه نفسها اقطع موجودة. كلام يعني حضرتك. اتفضلي. احنا هيكون لينا لقاء خاص بعد ان شاء الله نبتدي نحط الحجر الاساس في اتمنى باذن الله المشروعين دول ان شاء الله ونحتفل بيها. الله. انا كنت مبسوطه جدا جدا مع حضرتك النهارده، وطبعا اللقاء خلص تقريبا في وقت قليل قوي، فاحنا محتاجين اوقات كتير قوي. في النهايه احنا طبعا بنشكر ضيفنا الكريم نائب احمد خالد، وهنستنى ان شاء الله، استنونا في كل يوم الساعه 3، كل يوم الساعه 10 الصبح في لقاء جديد من حكايه جواك، لانك انت السبب وانت الحل، فدايما التغيير بيجي من جواك في حكايه جواك.